السلام عليكم. في هذا الفيديو جديد، فيديو ديال اليوم اللي هو هاد السردين في الفران بهذه الطريقه هذه. كيف كتشوفوا صراحه كيجي زوين، كيجي رائع، مذاق واحد الحشو صراحه في المنظر وفي المذاق كيجي واعر. نخليكم مع الفيديو وتشوفوا المقادير والطريقه ديالو. هنايا عندي مقله درت فيها شويه زيت الزيتون والزيت الروميه، درتها على البوطه، خلي الزيت كيسخن شويه وكنزيد عليه الفلفله اللي مقطعه رقيقه كيف كتشوفوا، مع البصله، شويه البصله وشويه فلفله. كانت الفلفله يعني هكا حمراء ولا صفراء ولا هذا حتى هي كتجي مزيانه. هنا كانت غير هذه الخضراء ودرتها. نخليها كتشحر واحد شويه حتى كتنزل، مره كنحركوها حتى كتشحر وكتنزل لينا هذيك الفلفله والبصله. بقاو مره هكا كنشحروها في ديك الزويته. صافي كيف كتشوفوا هنايا بعد ما هنايا نزلات تغير اللون ديالها وهبطات هذيك الفلفله والبصيله. نخليها كتشحر شويه وكنزيد عليها هنايا شويه ديال الملحه. ما نكترش الملحه حقاش غندير فيها هذه الصوجه مالحه. هنايا واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم عرق، هنا شويه ديال الابزار، غير شويه حقاش غندير فلفله حاره الهريسه، واحد معلقه صغيره ديال الكمون وشويه ديال فلفله حاره الهريسه، واحد نص معلقه صغيره. صافي هذه هي العطريه، غنديرها كتشحر واحد شويه هكا كنخلطها. وهنا غنزيد واحد 2 فصوص ديال الثومه محكوكين ومعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. غنجيب هنا هاد معلقه ديال المطيشه وغنزيد عليها شويه ديال الماء، غير شويه، فاش غادي نحلها بحال هكا كنحلها وسط هاد الماء باش ما تبقاش لينا هكا مجموعه. هذا كنزيدها الا بغيتو ديروا حتى شويه تحميره، يعني فلفله حمراء حلوه ممكن. انا اكتفيت غير بهاد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك حتى هي كدير اللون. وصافي غادي نخلطو مزيان حتى يتشحر. هنايا راني درت شويه ديال الماء، عاود شللت به غير داك المطيشه اللي بقات شاده، غير شي شويه تاع الماء، واحد معلقه كبيره تقريبا. وصافي راها كتنشف. ملي كيبقى هاد الفلفله كنشحروها غير شويه هكا كتشحر وراها كتنشف ديك الميها. وهنا غنزيد واحد نص عصير حامضه، كيف كتشوفوا نص حامضه الماء ديالها. وصافي هنا غنزيد واحد زلافه صغيره تاع الربيع. وهنايا غادي نزيد الرز اللي سلقته مسلوق مع شويه ديال الملحه. كيف كتشوفوا هنايا ما معجن ما والو، الرز حبه حبه. وكنصفيه من داك الماء حتى كيتسقطر منه الماء نهائيا وكنزيدو. وهنا كنزيد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال صلصه ديال هذه الصوجه. هذاك الشيء علاش ما كثرتش الملحه، درت غير شويه ديال الملحه مع هاد اللي كتكون مالحه، الصوجه كتكون مالحه.
الصراحة هذه كتعطي واحد المذاق زوين، بالخصوص في هاد الحشوات هكا ديال الحوت، كتأمرو بهم الحوت ولا هكا بسطيلات صغار، تكون هكا الدجاج ولا هذا، واحد المذاق كديرو زوين. وصافي غنبقى كنشحر فيه هكا، كنديو كنجيبو حتى كيدخل في بعضياتو مزيان، خليه يتشحر هكا غير واحد 3 دقائق. راه الفلفله طايبه، الروز حتى هو طايب مسلوق، غير شي شويه هكا يتشحر واحد 3 دقائق تقريبا وكنطفيو عليه. صراحه واحد الريحه طالعه منه كتشهي. صافي هنايا غادي نحتاج واحد، عندي هنايا السرديل الكميه اللي بغا كل واحد على حسب كل واحد، والحشو اللي درتو هذا. هنا كنجيب واحد اللاطه صغيره وكندير فيها هاد الورق هذا، الورق اللي كيدخل الفران، كندهنو بشويه ديال الزيت وكنستف فيه هاد السرديل هكا على هاد الشكل، نقي محيد ليه داك العظم ديالو، وكنقادو هكا، كندير وحده على وحده كيف كتشوفوا هكا، كتجي وحده طالعه على الاخرى باش ما يبقاش الفرق بيناتهم. كيف ما قلت لكم كديروا الكميه على حسب كل واحد، يعني انا بغيتو ديروا يعني هاد ديروا هكا كبير، رولي كبير، يعني تزيدوا في الطول تاع الحطه. صافي وكنستفو بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي، كندير وحده على وحده. صافي حتى كنستف ديك الكميه اللي عندي. كيف ما قلت لكم بغيتو تزيدوا مازال صف اخر، مثلا هنا درت انا 3 ديال هكا ديال الصفوفه، ممكن نديرو حتى 4. هنايا كنرشو بشويه ديال الملحه باش ما يجيناش عاوتاني يعني باسل، وهنا شويه ديال الكمون، واحد المعلقه صغيره تاع الكمون، هي كنرشوها هكا. صافي وكنجيب هذاك الحشو وكنحطو هكا وسط هاد السرديل. صراحه كيجي الشكل ديالو زوين، يعني كنبدلو يعني كنبدلو هكا السرديل في الشكل ديالو كل مره، كيفاش كنديروا ليه، مره كنديروا على شكل هكا شراك وحده على وحده، مره الطريقه هذه كيجي زوين حتى في الشكل تاعو ملي كتقطعيه وكتحطيه هكا رولي كيجي زوين. صافي كنخوي هاد العماره وكنحاول نقادها هكا كل هكا كل بلاصه كتاخد يعني كتشد البلاصه تاعها. يعني هذا الروز ما كنخلوش بلاصه هكا خاويه، حاولوا نسرحوه بحال هكا. صافي بعد ما قاديته مزيان، هنا كنحاول كنطوي على هاد الشكل رولي هكا على الطريقه هذه. كنحاول نقادو غير باش ما يتحلش، وكنبقى غدا وكنطوي بهاد الورق هذا اللي كنا فرشنا عليه. كيف كتشوفوا كيمشي بهاد الطريقه هذه، كنبقاو كنطويو فيه حتى كيعطينا هاد الشكل. من بعد كنجيبو هاد الورق ديال اللي غيدخل الفران وكنقادوه مزيان باش ما يبقاش شي بلاصه باينه، باش ما يتحرقش. وصافي على هاد الشكل ضروري من هاد الالومنيوم
باش دغيا كيطيب وما كيتحرق ما والو. صافي وكندخلوه للفران حتى كيطيب. من بعد ما كيطيب هو هذا كنحيدو ليه هذاك الوراق وكنحطوه على الشكل اللي بغينا تزيين كيبقى على حسب كل واحد. غير هاد الحامض كيعطي واحد الشكل زوين. كما كتعرفوا السرديه كيتماشى مع الحامض. صافي وكنقدموه بالصحه والراحه. الصراحه كيجي فيه واحد المذاق ما نقولش لكم، كيجي واحد المذاق زوين. هذاك الروز وفلفله وهذا صراحه كيجي واحد المذاق رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنقدموه هكا في الغداء او العشاء مع هكا مرافقات شلاضه وهذا. وهذا هو الشكل النهائي ديالو وبالصحه والراحه.